مصر يا أرض النعم يا ما. احنا دورنا على حضرتكم بس احنا فاضلنا لازم نسأل. انتخابات مجلس الشعب والشورى نظام قوايم ونظام فردي، فاحنا عايزين نعرف القاعد اللي هيتفرج علينا ده انت داخل الانتخاب بقى استاذ وزان هي بقى مرشحه هتقول لكم بتعملوا ايه بالظبط. انا مش عايز اقول انا المفيد، الاستاذ وزان هي اللي تقول اللي هيخش اللجنه هيجيله ايه وهيعمل ايه، فصوته معاه وبعدين نخش على السؤال الاخير اللي هننهي بيه. المفروض الموضوع ده عايز 10 حلقات لوحده. طيب يعني هقول كده باختصار بالنسبه للقايمه، ودي فعلا المرات يعني اول مره تتعمل من سنين موضوع القايمه ده. موضوع القايمه ده ظلموا فيه ناس كتير، لان في ناس مثلا ممكن القايمه مكونه من 10 افراد بالنسبه للغربيه، ممكن يكون فرد في القايمه لا قدر الله مثلا يكون مثلا ماضي مش حلو قوي، اللي هو بيقولوا عليه فلول او يقولوا عليه ده نزل كذا مره وما عملش حاجه او ده ممكن يوقع القايمه. اختاروا صح. انا دايما اقول مثلا يعني انا بالنسبه لي مثلا كحزب العدل الحمد لله انا مش بعمل له دعايه ولا حاجه، بس هو فعلا اي حد حتى لما بيجي يسالني اقول له تعالى اتفضل عندنا الحزب، خد فكره عن الاعضاء وعن السي في بتاعهم وعن الاعمال بتاعتهم وعن شغلهم، خد فكره عن البرنامج بتاع الحزب ذات نفسه عمل ايه وهيعمل ايه، عن ايديولوجيته هو ازاي بيفكر، ازاي هو ايه كحزب على ارض الواقع. ما هوش مسمى، ما هوش حزب كلمه زي ما بيقولوا، لا هو حزب فعلا اشتغل في ارض الواقع اكتر ما هو يعني عمل اسم من تحت اكتر ما هو اتعمل له اسم، لان هو اصلا الحزب بتاعنا وليد الثوره زي ما بيقولوا. فعشان كده انا بحبه، لان كلنا بلا استثناء احنا عندنا لا مركزيه، مفيش حد مثلا مفيش حاجه معينه يقتص بيها الحزب، او هو مش الحزب مش بتاع مثلا. في ناس كتير تقول لي ايه بتاع مين الحزب ده، يعني زي مثلا فلان زي بتاع فلان، لا الحزب ده مش بتاع حد، الحزب ده بتاعنا كلنا، احنا اللي عملناه باسامينا كلنا، احنا اللي عملناه بشغلنا كلنا. عشان كده بقول لكم اختاروا صح، دوروا على الاشخاص، دوروا على اعمالهم، دوروا على ماضيهم، شوفوا الناس اللي هتختاروهم دولت اللي في القايمه دولت اللي بيصوروا القايمه دولت، هل هم دولت فعلا يستاهلوا ان انتوا تدوهم صوتكم ولا لا. ده بالنسبه للقايمه. بالنسبه للفردي هنعلم على واحد بس في القايمه، قايمه واحده بس. ايوه طبعا انت حضرتك بتخش وبتبقى سائل بقى، يعني انا اتمنى ان انتوا يا جماعه اسالوا اتحركوا شوفوا، يعني مش شرط مش عشان مثلا سوزان قالت لكم روحوا الحاجه الفلانيه تبقى تروحوا الحاجه الفلانيه. انا بالنسبه لي انا بقول لحضرتك حزب العدل انا بالنسبه لي فعلا هو يعني الحمد لله الحمد لله مش بشهادتي انا بشهاده كل الناس ان هو الحمد لله يعني اثبت فعلا جدارته على المستوى العام كله، بغض النظر عن التيار الاسلامي او التيار اليساري او التيار الاشتراكي او الشيوعي، لا فهو الحمد لله هو وسط في كل شيء. نخش على الفردي. الفردي طبعا القايمه ديت ورقه في صندوق لوحده. ايوه فانت بتخش حضرتك مثلا هنقول مثلا انتخبت مثلا حزب معين، بتخش انت عارف الرمز بتاعه، بتخش بتروح معلم عليه، تعمل علامه صح على الحزب اللي انت اخترته. اتمنى ان محدش يقول لك هعمل لك وهعمل لك وهعمل لك، علشان طالما هيعمل لك طب ما يعمل لك من دلوقتي، هو مستنى ما انت تنتخبه، طب ما يعمل لك من دلوقتي لما هو قادر ان هو يعمل لك ويعمل لك ويعمل لك، هو لازم يبقى تحت قبة البرلمان عشان يعمل لك؟ اكيد لا، هو المفروض انه يعمل لك من دلوقتي، طالما هو خايف على مصلحتك يبقى ما يهموش ان كان على كرسي او من غير كرسي يعمل. في نقطة ثانية ومهمة جدا ودي فعلا بجد الحمد لله ان انا يعني بتواصل معاكم عشان اقولها لكم. انا دلوقتي واحد مرشح، حضرتك اللي هترشحني، حضرتك اللي طالب مني خدمة، يبقى ازاي انا ادي لك فلوس مقابل الخدمة اللي انا هعملها لك؟ المفروض انت اللي تديني، لو الآية معدولة يعني المفروض ان حضرتك انت اللي تديني عشان انا هعمل لك خدمة. لكن لما اجي انا كمرشح مثلا وبدي لك فلوس معنى كده ان انا هستفاد منك. اتمنى ان انتوا تفكروا في النقطة دي كويس، تفكروا لما حد يجي يقول لك مثلا انا هجوز لك بنتك او هجيب لك عفش ابنك او هشغل لك ابنك، ماشي، وانت داخل تنتخبه
بيديك 50 جنيه او بيديك مثلا اي هدية، ده مقابل ايه؟ فكرها انت بينك وبين نفسك كده. لو انت بتفكر فعلا صح وعايز البلد دي تقوم على عمدان صلبة، المفروض ان انت تقول لو الانسان ده او لو الشخص ده يعني عايزني فعلا وعايزني انتخبه فعلا وهو حد صح، طب بيديني فلوس ليه؟ ماشي؟ المفروض ان هو يقول لك انا هعمل لك كذا وكذا 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 وبراحتك، عايز تنتخبني تنتخبني، مش عايز خلاص، يبقى انا كده اديتك حتى يعني ايه حق الاختيار. لا ده انا مش بديك حق الاختيار كمان، يبقى احنا لسه برضه في العهد القديم. انا مش عايزه كده، لا انا عايزاك انت اللي تختار بنفسك، علشان حتى لا قدر الله بعد الشر لو اخترت غلط ماشي ما عادش هتصب على دماغ حد اللازم، هتقعد طول عمرك خلال الفتره كلها البرلمانيه لحد ما تتغير يعني يعني تأنب نفسك وتأنب ضميرك على ان انت اخترت غلط. ما انا كان قدامي فلان وكان فلان ده كان صح وكان بيتكلم صح وكان عنده مصداقيه. حاجه تانية، انا ممكن اتنين يكونوا بيتكلموا، اولا المشاكل بتاعه المحل عموما كلها واحده، فبالتالي هتلاقي البرنامج بتاع الاحزاب كله واحد. هتلاقيه هيكلمك هيقول لك الصرف الصحي وهيقول لك الميه وهيقول لك الشباب وهيقول لك البطاله وهيقول لك العنوسه وهيقول لك العشوائيات. اكيد هيتكلم في ده كله لان دي مشاكلنا كلها، كل الاحزاب هتتكلم في ده كله، كل الناس المرشحين هيتكلموا في ده كله، لكن بتفرق ما بين شخص وشخص. وليكن مثلا سوزان بتتكلم وفي حد اصغر منها سنا شاب بيتكلم، نفس الكلام واحد. طيب اختار مين؟ اختار سوزان اللي ممكن وهي قاعده في التليفون، ايوه يا استاذ يوسف حضرتك كنت وعدتني مثلا بالموضوع الفلاني اللي انت هتخلصه، والله لسه يا مدام سوزان ما خلصتوش، طب خلاص ايه يا ريت اتمنى ان انت تخلصه. غير مثلا واحد شاب هيجي يتكلم اول كلمه هيقول كل يوم هيروح لاستاذ يوسف، كل يوم استاذ يوسف هيقول له بكره، هيقول له بكره، هيفضل يروح لحد ما استاذ يوسف يخلص له المصلحه عشان ايه زهق منه. ايوه ده الفرق بين الحد الكبير اللي هو سنه كبير مثلا والشاب الصغير. الشاب الصغير مش هيمل، هيفضل على طول على طول على طول يروح عشان يسأل المصلحة دي خلصت ولا لا. غير مثلا الحد الكبير هيعملها بالتليفون، صح؟ دي نقطة من ضمن النقط من ضمن النقاط. ده بالنسبة للناس اللي المفروض يا جماعة بجد فكروا. ما بقول لكمش انتخبوا حد بعينه، ما تنتخبوش اللي هيديكوا فلوس، ما تنتخبوش اللي هيقول لكم هعمل لكم وهعمل لكم. اولا اللي هيديك فلوس ده، طب ما الفلوس اللي هيفرقها علينا ديت لو جمعها هتعمل مبلغ كبير يعمل مشروع للشباب، يبقى اكيد احنا كده اشتغلنا صح. لكن انت دلوقتي لما تيجي مثلا تقول مثلا هدي السوزان 50 جنيه والاستاذ يوسف 50 جنيه والفلان وفلان كل واحد 50 جنيه، طب ما انا الم الخمسينات ديت هتجمع مبلغ واعمل بيها مشروع صح للشباب. اللي يخلينا استنى لما انزل تحت قبة البرلمان الا اذا انا فعلا هستفاد من النقطه دي. النهارده 50 جنيه بكره مش هتلاقي النهارده كانت بكره مش هاكل، ما تدعش من 50 جنيه هتديها كده ممكن يجوعني حتى بكره. بس كده انت بعت صوتك، بعت نفسك كده شكلك وبعت نفسك، شكلك قدام عيالك هيبقى شكلك وحش. انت اصلا اكلت عيالك حرام، انت لو فكرت فيها صح اكلت عيالك حرام. 50 جنيه ديت انت ما تعبتش فيها. طب تعالى كده خلينا انا مثلا انت طالب مثلا مساعدتي وانا وديتك مثلا شغلانه وكسبت منها 5 جنيه، وليكن حتى ان شاء الله يا رب جبت شويه مناديل وبعتهم، ال 5 جنيه بقت 10 جنيه بقت 20 جنيه بقت 30، اكلت عيالك حلال صح؟ ولا ورأس المال لسه معاك. لكن لما تجيك ال 50 جنيه معلش يعني مش هتجيب كيلو لحمه. خش بقى على الفردي، نخش على الفرد. ما هو برضه هنرجع نقول الفرد يا جماعه اتمنى برضه احنا عندنا الاول نقول لهم انتخبوا ازاي وبعدين ما هي برضه لازم يسالوا، لان الفرد لازم ينتخب اثنين. اصل انت عندك 10 مثلا، انت عندك عمال وعندك فئات، انت لازم هتنتخب اللي انت هتنتخب 2، عندك عمال وعندك فئات وعندك مستقل كمان لسه. لو مستقل ولا ما يعني يبقى ما ده اللي انا اقصده. يعني اتمنى ان كلامي يوصل لكل كبير وصغير، لكل واحد عنده بطاقه. واتمنى كمان انا اسمع كتير ان في ناس تقول لك ايه الانتخابات المره دي مش هتبقى ذو مصداقيه، احنا هنفضل صوتنا ومش هنروح. اتمنى ان انتوا كده بتضيعوا حقي، بتضيعوا حق استاذ يوسف، بتضيعوا حق ناس كتير.
عايزة تقف معاكم وتقف جنبكم. انتوا دلوقتي بتعملوا بتقسموا البلد نصين. انتوا ما بتفيدوناش، بالعكس ده انتوا بتضرونا. لا روح وافرض صوتك جوه اللجنه، لكن روح ما تضيعش حق الدكتور اداهولك واحنا بنطالب لك بيه. يعني احنا عملنا كل ده والثوره اللي عملناها عشان نجيب لك حقك. تروح انت تقولي لا انا مش طالع مش رايح انتخب لان كده الانتخابات دي مش ذو مصداقيه. لا ذو مصداقيه. عارف هتبقى ذو مصداقيه امتى؟ لما انت تطلع من بيتك، لما انت تقف في الطابور وركز على النقطه دي كويس. واتمنى انها ما تتاخدش على اي محمل ثاني. يا جماعه في لعبه بتتلعب، معلش يا استاذ يوسف هقولها برضو. ناس بتروح، ده داعي في الاسامي، بتروح وتقف عند الصناديق على لجان الانتخاب ويتلكعوا ويطولوا ويزهقوا الناس، وانت واقف ورا طبعا عشان تزهق وتتخنق وتاخد بعضك وتمشي. ماشي. اتمنى من كل قوى الشعب اللي محتاج فعلا البلد دي تمشي المره دي صح، عشان خاطر والله العظيم بيكم هنبقى ماشيين صح. ما تخلوش الواحد يعني يندم ان هو ما نزلش سياسه من زمان. انا كان نفسي فعلا انزل سياسه من زمان، ومن زمان دي من سنين. لكن انا كنت بقول ما يعني صوتي مش هيعمل حاجه. لكن انا دلوقتي بقول صوتك انت بقى امانه، صوتك انت لازم توصله. خد ابنك معاك وخد بنتك معاك، وانت كمان يا ست خدي ولادك معاكي عشان يعرفوا قد ايه البلد بقى فيها ديمقراطيه صح. الديمقراطيه اللي احنا بنطالب فيها ان احنا ناخد حقنا ونجيب حقوق الناس وما نجورش على حقوق حد. بطالب كل اللي عايزين ينزلوا الانتخابات ومش عايزين ينزلوا الانتخابات لا ينزلوا وقفوا في الطابور، وكل اول واحد في الطابور وخلص حاجتك وامشي على طول. اللي بيقول لك لا مش نازل خده بايدك وانت رايح خليه ينتخب. مش هقول لك انتخب مين، بس المهم ان ينتخب صح، يكون حد يقدر فعلا يرفع راية الاسلام صح، مش يكون بينادي بيها بس. ومتشكرة. اذا كما قالت الاستاذه سوزان لا تتقاعس، لا تبيع صوتك بثمن بس، لا تغامر بحياتك ومستقبلك ومستقبل اولادك بالتقاعس عن عدم ادلاء بصوتك ورأيك في الانتخابات. صوتك امانة، اوعى تبيعه بثمن رخيص مش هتاكل فيه لقمة عيش. اوعى تفرط في حقك اللي اداهولك، مش هنقول الدستور، اللي اداهولك ربنا قال لك لا تكتموا الشهاده، واحنا دلوقتي في طريق الى الشهاده. اذا السؤال الاخير اللي بنطرحه على الاستاذه سوزان، اعضاء مجلس الشعب والشورى عندما يجلسون على الكرسي يذهبون الى القاهره ينسوا منتخبينهم، يغيروا ارقام موبايلاتهم، يوصل الدنيا باللي فيه، ما يعرفش حاجه عن دايرته، ما يعرفش حاجه عن اللي انتخبه، عن اللي وقف معاه، عن اللي حتى سلم عليه مره. عايز وعد قدامكم من الاستاذه سوزان، اذا كانت جوه البرلمان هتعمل ايه، واذا طبعا لا قدر الله ما بقاش هتعمل ايه. وده اللي احنا بنختم بيه حلقتنا، وان شاء الله مع اجابه الاستاذه سوزان ونختم. حضرتك انت اللي هتجاوب لان انت عارف سوزان اكتر من سوزان نفسها. انا عارف، بس الناس عايزين نعرفها. انت هنا انا في نص الكلام انا جاوبت، بس هرجع بقول تاني. سوزان الشربيني هي سوزان الشربيني على كرسيها في مكتبها، في بيتها، في الشارع. سوزان الشربيني هي معدن محلاوي اصيل. سوزان الشربيني هي عجينه خليط من طينه فلاحي زي ما بيقولوا. لا مش هتغير. سوزان الشربيني تحت قبة البرلمان على كرسي الشورى هي سوزان الشربيني على كرسي بتسجل مع أستاذ مش هتتغير. وده وعد،
مش حاجة هتغير، يعني مش حاجة هتغيرني، لا ده وعد، وده فعلا تخليت فيه هو اللي هيعاقبني. اذا اعزائي مشاهدي قناه صوتنا، كنا مع ضيفتنا العزيزه المرشحه لمجلس الشورى الاستاذه سوزان الشربيني في حوار مفتوح ومن القلب وتوعيه سياسيه برلمانيه، ولقاء جديد ومتجدد مع برنامج برلمانيات. نلتقي بكم في حلقات متجدده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا